تعالى وبركاته، ومرحبا بهذا الجمهور الكريم، بهذه العائلات الطيبة، بهذه الوجوه النيرة في هذه الحفلة المسائية ضمن فعاليات أسبوع الإنشاد الجزائري في طبعته الثالثة في عاصمة الهضاب العليا الجزائرية سطيف. نرحب بالجميع. هذه الأمسية واعدة وجميلة وحلوة، كيف لا ونحن ندق بوابة الختام التي ستكون غدا بحول الله تعالى. وأذكر الجمهور الكريم أن الختام سيكون كبيرا بحجم التظاهرة، إذ أن الحاضرين فيه ومفعليه ومنشطيه هم ثلة نخبة من أجمل المنشدين وأروعهم. سيكون لقاء واعدا وكبيرا، لا تنسوا الحضور وبكثرة. أما عن اليوم، عن هذا المساء، فأيضا الموعد كبير. سنطير بكم إلى الغرب الجزائري، إلى غربه شمالا وجنوبا. سنذهب إلى عاصمة الغرب الجزائري الباهية وهران، لنلتقي مع فنان متميز ومقرئ كبير ومنشد جميل، هو عبد الكريم حسيني. عبد الكريم حسيني يتوسط كاليتيمة العصماء، يتوسط هذه الكوكبة الجميلة من فنانين الذين جاءوا إلينا من عاصمة أخرى من عواصم الغرب والجنوب الجزائري، هي مدينة تندوفت. فرقة اصطبار سنستمع إليها، ولكن بعد أن ينهي الفنان الوهراني والمنشد الكبير وصلته. سيكون اللقاء إذن بادئ الأمر مع الفنان عبد الكريم حسيني، الذي دخل ميدان الإنشاد حديثا فقط عام 2010، وأصدر لحد الآن ألبوما واحدا متميزا هو أو عنوانه خير خلق الله، ويخطط هذه الأيام لإخراج ألبوم جديد عنوانه تمر الليالي. تمر الليالي بنفسي ومالي، فيا قلبي فيا قوم مالي عن الموت سالي، طريقي طويل وحملي ثقيل فكيف احتمالي. ستحتملون جمال الأمسية وروعتها مع هذا الفنان عبد الكريم حسيني. فقط هناك une petite cerise، يعني حبة جميلة سنضعها اليوم بين الفنان وبين الفنانين، بين عبد الكريم حسيني وبين فرقة اصطبار من تندوفت. معنا سيحضر أيضا شاعر من شعراء الصحراء الجزائرية اسمه حمزة معمر. حمزة معمر سيأتيكم معمرا بالشعر الجميل. نترككم إذن مع عبد الكريم حسيني ومرافقة فرقة اصطبار من تندوفت. السلام عليكم. شكري للؤلؤة محببة وغنية عن كل تعريف، ثوارة عين تزينها خصت بإكرام وتشريف. إني وجدت بأهلها كرما ورحابة توحي إلى سطيفي.
من لعبد ذاق ضرا بذنوب كالجبال ليس ينجو يوم يدعى غير عفو ذي الجلال والذي قد اصطفاه للمعاني والكمال أحمد ما لي سواه فهو حسن لا ينال من لعبد ذاق ضرا بذنوب كالجبال ليس ينجو يوم يدعى غير عفو ذي الجلال وهو كاف الخائفين إن طمى اللون وطال وشفيع المذنبين من جحيم ونكال بك يا ابن الأكرمين كل عثرة تقال وإله العالمين يتجلى بالجمال من لعبد ذاق ضرا بذنوب كالجبال ليس يرجو يوم يدعى غير عفو ذي الجلال أيها البدر المنير إن ظلام الخطب طال عم أنس وسرور بك يا بحر النوال بربيع في ربيع قد فاء الكون ومال أي رونق بديع وزمان ذي اعتدال من لعبد ذاق ضرا بذنوب كالجبال ليس ينجو يوم يدعى غير عفو ذي الجلال بربيع في ربيع قد زال الكون ومال أي رونق بديع وزمان ذي اعتدال فعلى الإيمان ربي لك حمد متوال فاغفر اللهم ذنبي
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله